السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالعادة الإخوان المفسدين كعادتهم في الصراخ والنباح على المسلمين وعلى ولاة الأمر. بعد أن تم إيقاف هذه القافلة، قافلة المتبرجات وقافلة الإخوانج والعلمانية، ظهر فروخ الإخوان يتنابحون ويتصارخون على من؟ على مصر، يخونون مصر. وهذا أحد الأمثلة، هذا فرخ من فروخ الإخوان المفسدين ينبح ويخون جيش مصر. استمعوا إلى هذا الإخوانجي الضال. ناس يقولوا جماعة القافلة عشوائيين. ليش عشوائيين؟ قال لك لأنهم مش منسقين مع الجهات الأمنية في مصر. الله يجمع شر البنية ما يضحك. قصدي تو بالله من جدك انت تحكي تظن ان الجهات الامنيه في مصر حتكون متعاونه وتقول لهم ادخلوا لارض الكفاح امنين؟ يا رجل ما تسميه الجهات الامنيه المصريه، خيانتهم معروفه لكل من كان له مسحه من عقل. الله اكبر، هذا عنده مسحه من عقل، هذا الاخواني الضال المضل عنده مسحه من عقل. يعني يفترض على الجهات الامنيه المصريه هن تدخل كل من هب ودب، كل من هب ودب يدخل. يعني ما في سيادة ولا فيها قيادة ولا في أمن ولا ما في شيء. كل من هب ودب يدخل إلى البلاد. بالله عليكم، هذا كلام إنسان عاقل؟ هذا هو كلام الإخوانج. كل من هب ودب يدخل إلى بلادك، ولكن هي مجرد بلبلة لا أكثر ولا أقل. يعني سؤالي هذا الإخوانجي الآن يقول أن الجهات الأمنية في مصر خونة. طبعا إخوان المفسدين هذا دابهم، تخوين الحكومات. إذا فرضنا أن هذه الحكومة خائنة، يفترض أنها تمشي مع سياسة إسرائيل، وسياسة إسرائيل هي تهجير أهل غزة. صح ولا مش صح؟ معروفة. طيب إذا كان دولة مصر خائنة وعميلة لإسرائيل، ليش ما تمشي على هواء إسرائيل وتخرج أهل غزة وتنفذ المخطط الإسرائيلي؟ طبعا هذا وأمثاله لن يجيبوا. إذا كانت دولة مصر طيب خائنة وعميلة لأخذت الأموال وتم عرض الأموال عليها، يعني مبالغ مهولة، مليارات المليارات، فقط أن تدخل هؤلاء إلى سيناء طيب حتى تنفذ المخطط الكيان. لماذا لما تنفذ مصر مخطط الكيان وتدخلهم وتهجرهم؟ لماذا؟ طبعا لن نجد جوابا عند هؤلاء. وسؤال آخر لهذا الأخوان الضال ولأمثاله، يعني الآن إذا كان أنتم تعرفون أن مصر خائنة بقولكم الفاسد هذا، لماذا بدأتم بهذه القافلة، قافلة البسوس، من تونس إلى ليبيا إلى مصر، إذا كنت تعرفون أن مصر مستحيل تدخل هذه القافلة لأنها خائنة؟ ليش بدأتم من الأول؟ لكن أنتم مخططكم معروف، هو إظهار مصر بمظهر لا يليق، وتريدون إحراج مصر لا أكثر ولا أقل. وهيهات. ونسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من كيد الفجار والخوان من الأخوان المفسدين.